السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا النهارده مكنتش هنزل حلقه. النهارده مكنتش في نيتي انزل حلقه اصلا ولا اي حاجه. لان انا بصراحه مركز بجمع معلومات عشان خاطر هعمل حلقه كبيره عن قبل ماتش الاهلي والزمالك، ان شاء الله هتنزل بكره بالليل او السبت، بس ان شاء الله يعني هحاول اخلصها تنزل بكره. بس انا في اثناء انا بعمل اعداد الحلقه اتفاجئت بكابتن مدحت شلبي امبارح. آه، على فكره زيكم، انا زيكم، انا اتفاجئت بالكلام اللي قاله عن الخطيب، وان الخطيب مش مسافر لاسباب صحيه، وان التاشيره مش عارف بتاعته اترفضت، وان مش عارف لا الانجازات بتاعته دي كان دي تحسب للمجلس السابق. يعني انا مش فاهم، هل كابتن مدحت شلبي بيحاول يرجع للضوء؟ يعني دي نقطه انا مش فاهم، هل بيحاول كابتن مدحت شلبي؟ طيب انا عايز ارجع للضوء تاني فاهاجم كابتن الخطيب، لان انا متاكد. يعني انا زملكاوي وهتكلم على مشاكل الزمالك في الحلقه، وهتكلم عن بعض مشاكل الاهلي في الحلقه، هتكلم عن الاثنين. لكن يا معلم، هو لما كان مرتضى ماسك انت ما اتكلمتش ليه في الكلام ده؟ ده احنا كنا بنصيح في ايام مرتضى بسبب كميه اللي بيحصل دي والفلوس والحاجات، والراجل بصراحه كان برضو مقوي الفرقه. والمجلس الحالي الناس قاعده بتصيح وبرضو يا جماعه مفيش فلوس ومش عارف ايه، مع ذلك ما حدش بيتكلم. انا نفسي حد من الاعلام يتكلم على الحاجات دي حاجات، يعني حاجات بس ايه يا جماعه، عايزين نحل الحاجات. النادي الاهلي، النادي الزمالك، عشان يعني هو حاليا الاول على الدوري، فالناس مش باصه لا يا جماعه بنروح ومش عارف، التصريح اتقال من كام يوم، يا رب ما يكونش حقيقي، مش عارف لا يا جماعه مفيش فلوس ويلعبوا، ده مش، انا متاكد انا ما عملتش حاجه، ولا انا متاكد ان مش تصريح حقيقي، انا متاكد. يعني لو الحقيقه تبقى كارثه، تبقى مصيبه على النادي بتاعنا. بس انا عايز اتكلم عن كابتن مدحت شلبي. كابتن مدحت شلبي كل احترام، كل تقدير، شخصيه محترمه جدا، واحد من اللي انا كبرت على اصواتها، ان هي شخص جميل جدا. لكن ليه التصريحات دي ضد الكابتن يعني؟ وحلقات نزلت على ام بي سي ان لا التاشيره هي والتاشيره نزلت ومش عارف ايه. بص، هو عشان نكون متفقين، في مشاكل في اداره نادي في اداره، انا اسف، الخطيب، تمام. لكن هل حد يقدر يقول ان الجيل اللي عمل الخطيب، الحاجات اللي عملها الخطيب، ان دي مش افضل فتره في تاريخ النادي الاهلي؟ لو هنتكلم عن الانجازات، هي دي افضل فتره في تاريخ النادي الاهلي. انا زملكاوي بقول لك، دي في افضل فتره في تاريخ النادي الاهلي، من كميه الانجازات اللي عملت. كام افريقيا اتعملت ورا بعض؟ اتنين، مش عارف واحده خسروها وبسبب اللي هو لما سافروا والجمهور والموضوع ده، والتالتة كسبوها عادي جدا، ودايما في المربع الذهبي، ودايما لما بيخسر بيرجع اقوى. ده انا هقعد في الحلقه ان شاء الله بتاعت اهلي والزمالك، هقول عن الموضوع ده، هقول ان انا كنت، ده انا بصراحه انا جوايا انا كنت مبسوط باللي حصل بالتعادل، عشان خاطر ده هيخلي اللعيبه تفوق، لان احنا كنا دخلنا بفكره بقى احنا كسبانين ضد الجون، لو كان حصل كنا هنتلب. لا انا مبسوط ان احنا رايحين في قلق كده. فتصريحات كابتن مدحت تصريحات غريبه، انا مش عارف هل حابب يرجع الاضواء؟ يعني انا مش فاهم. لا، لو فعلا عايز تعمل تصريحات قويه وترجع بقى بوم وقوي، اتكلم عن مجلس اداره نادي الزمالك، عن كميه اللعيبه اللي بتقول ما خدتش فلوسها، ودي حاجه مزعله ناس كتيره، زعلانه ناس كتيره جدا. انا زملكاوي زعلان من الموضوع ده، انا عايز فرقتي اشوفها قويه، تمام. كابتن الخطيب ليه مشاكله وليه حاجاته، حقيقه على فكره. لكن ما ينفعش نقول لا الانجازات الاداره دي كل ده بسبب الاداره السابقه. لا يا جماعه، الاداره، كابتن الخطيب، آه، ما انا اسف، الانجازات المرعبه دي تمت تحتيه، تمام. والكميه الفلوس اللي دخلت للنادي، والاهم من ده، كابتن الخطيب اظن هو عنده مشاكل في الصحه تقريبا من 2012 او 2011، بقاله فتره كبيره. فهو اكيد مش معلش انا اسف، يعني هيدعي المرض، بعد الشر على اي حد هيدعي المرض عشان خاطر مش عارف ياخد تاشيره. انا اسف، لعيبته خدوا التاشيره، كاس العالم للانديه خدوا تاشيره، صباح الفل، انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ بتتكلموا في ايه؟ فيعني ربنا يهدي، ربنا يهدي. انا ما اعرفش كابتن مدحت شلبي عمل ده ليه، وما اعرفش ليه هاجم كابتن محمود الخطيب بالذات. هل هو عشان طيب؟ هل هو عشان مش هيتكلم؟ مش فاهم. بس ربنا يهدي من يشاء، ونهدى لان في كارثه جايه لنا يوم الاثنين، ربنا يستر. وشكرا ليكم وشكرا لوقتكم وشكرا لاستماعكم. ما ننساش لو في اي كومنت تعملوا، لو في اي لايك، الحاجات دي بتساعد جدا، تعمل سبسكرايب، الحاجات دي بتساعد جدا. وشكرا ليكم.